مين الحالات اللي جراح التجميل بيرفض يعمل لها عملية؟ في نوعين من الحالات، حالات بنرفض وحالات بنأجل لحد ما نظبط شوية حاجات. بنرفض مين العين اللي يترفض؟ المريض النفسي اللي عنده خلل ما نفسي، وده بيبقى باين عليه ومعروف، وحتى اهله لما بيبقوا جايين معاه بيبقوا عارفين ان عنده مشكلة نفسية واضحة، وده سهل انك تتجنبه. في ناس عندها هاي اكسبكتيشن، توقعات عالية جدا لنتيجة العملية. جزء منهم عنده خلل ما نفسي بس مستخبي مش باين، عشان تكتشفه محتاج يبقى عندك خبرة كويسة. وجزء منه معذور لان الحاجات اللي بيشوفها في السوشيال ميديا خلت توقعاته عالية، انه حد يطلع يجيب قبل ويجيب بعد نتائج ملعوب فيها، فبتخلي المريض ده عنده توقعات عالية جدا للعملية. فده برضو يا بنحاول نفهمه، لو فهم اتس اوكي، ما فهمش ده ما بنعملوش عملية خالص. برضو المرضى اللي هم بيبقوا عايزين تحويل الجنس، يعني من ذكر لأنثى أو من أنثى لذكر، ده طبعا بنرفض نعملهم تماما. طب مين النوعية الأخرى اللي احنا بنأجلها، مش ما بنعملهاش خالص، لا بنأجلها؟ مريضة السكر التراكمي بتاعها مش مظبوط، لازم نأجل العملية لحد ما التراكمي يبقى مظبوط. مريض ضغط لازم نظبط الضغط. مريض عندها أنيميا، معظم عمليات النحت فيها فقدان للدم كتير، فلازم تبقى المريضة داخلة مش أنيميك، يعني ما عندهاش فقر دم، لازم نظبطه قبل العملية. المرضى اللي عايزين نحت للجسم ومعدل كتلة الجسم بتاعتهم عالية، ما ينفعش تيجي واحدة بطنها عالية وتقول لك دكتور أنا عايز أعمل نحت، مش هينفع. حضرتك روحي خسي الأول 15 20 كيلو حسب بقى طولك ووزنك. عايزين نوصل لمعدل كتلة جسم مظبوط أقدر أشتغل عليه وأنحت الجسم عشان النتيجة تبقى حلوة ويومكم سعيد يا رب إن شاء الله.